السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا بنات الفيديو مليان افكار للتوفير، هتعجبك جدا وهتستفيدي منها ان شاء الله. حطي لي لايك للفيديو، انا بقول لك اهو حطي لايك من قبل ما تسمعيه لانه فعلا ان شاء الله هيعجبك. وما تنسيش طبعا تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنوفر النهارده مش بس فلوس، كمان هتوفري تعبك ومجهودك ووقتك. النهارده يا ست الكل هتعملي معانا افكار حلوه قوي. بصوا يا بنات، اول فكره معانا ازاي ممكن تعملي وجبه غدا من غير ما تتعبي في وقفه المطبخ، وكمان بدون تكلفه ان شاء الله في الفلوس. لو احنا وفرنا خلال الاسبوع من كل وجبه قطعه او قطعتين او معلقه او معلقتين، يعني ايه يا عبير الكلام ده؟ وضحي. يعني مثلا لو انت في يوم هتعملي مثلا بانيه ومكرونه، شيلي قطعه بانيه واحده بس من الوجبه بتاعتكم. قطعه واحده مش هتأثر معاكي في العدد، وفي نفس الوقت هتفرق معاكي انت في وجبه، مش هتكلفك حاجه اللي انا بقولك عليها. مثلا عامله عصاج لحمه مفرومه، بتعملي مثلا صواني او كده، هتشيلي معلقتين بس من اللحمه المفرومه المتعصجه دي، وهكذا. اللي هيتبقى منك من خلال مثلا الوجبات دي وجبتين 3 كده، هتقدري تعملي بيهم وجبة جديدة. تعملي مثلا بيتزا، تعملي مثلا اللي هي الاكلات بقى اللي بتبقى ما شاء الله كده مشكله، وممكن تجمع لك البواقي دي، مثلا زي ما بقول لك قطعه بانيه مع معلقتين لحمه مفرومه، مع مثلا قطعه اي حاجه، حتى لو حته من الفرخه، دبوس فرخه، كل الكلام ده هيفرق معاكي كتير. طيب، هندخل على الفكرة اللي بعد كده. ازاي بقى توفري في المنظفات؟ طبعا من اهم المنظفات اللي بنستخدمها في البيت دايما الصابون السائل، فانا بعملها بنظام الخلط ده. الخلط ده بيوفر معايا جدا في الفلوس، وبيطلع نتيجة حلوة قوي، ورغوة وريحة حلوة قوي قوي للصابون بتاعي. بجيب الصابون السايب اللي هو مثلا كيلو ب5 جنيه، وبعبيه في الازازة دي، وكمان بضيف عليه اي صابون بيكون ريحته حلوه من الشركات، زي مثلا وفير، فيبا، بيكون الازازه بتاعتها غاليه شويه، بجيبها مثلا كل كام شهر، وبخلط جزء من صابون الشركات على جزء من الصابون السايب. ده بيعمل لك كميه كويسه، وفي نفس الوقت ريحه ورغوه كويسه جدا. ندخل على الفكره اللي بعد كده، اللي هي المشتريات الاسبوعيه. وطبعا دي بتبقى بتفيدك قوي في وجبات الفطار، وجبات الغداء، العشاء، الحلويات، انك تعملي صنف حلويات. دي مثلا بتبقى اغلبيتها من عند العطار. بجيب مثلا ب10 جنيه كده من كل حاجة، او على حسب سعر الحاجة اللي انا بجيبها. يعني مثلا بجيب شوكليت شيبس ب10 جنيه، بجيب مثلا اللي هي أطعمة الجبنة، طعم الجبنة اللي انا بعمل بيه الشيبسي في البيت ب10 جنيه برضو. لو هجيب مثلا بقى عسل وطحينة، بجيب مثلا ب30 جنيه عسل، 30 جنيه طحينة. دي زي ما بقولك كده مشتريات أسبوعية، أنا بخصصها لبند مثلا فطار، عشاء، أو حلويات. بتفرق معايا جدا في مصروف البيت، وبحس إن هي بتوفر لي. وطبعا كلنا عارفين القيمة الغذائية للعسل الأسود والطحينة، طبعا في علاج الأنيميا، فبتبقى مفيدة جدا. وزي ما قلتلك ممكن تستخدميها في وجبة فطار أو عشاء، أو كحلويات كمان، فبتبقى حلوة أوي. ندخل على الفكرة اللي بعد كده يا بنات، اللي هي أكياس الخضار المجمد. ودي بقى بتوفر معاكي جدا في الوقت والمجهود، ويمكن عجبت ناس كتير عندي على القناة، خاصة لما بشارك معاكم أنواع الخضار اللي بتكون صعبة شوية في تجهيزها، زي مثلا القلقاس أو الملوخية، أو الحاجات اللي بتكون بتاخد وقت جدا في توضيبها. فأنا دايما يعني بقول لكم إن أنا بستخدم شركة بسمة، وفي شركات تانية برضو شكرت لكم فيها، بس هي بالنسبة لي رقم واحد طبعا اللي هو خضار بسمة. ده القلقاس انا كنت شاركتكم قبل كده في طريقته، والنتيجة بتاعته كانت عاملة ازاي، كانت جميلة جدا ما شاء الله. ممكن اسيب لكم برضو الفيديو بتاع طريقته بالظبط في شاشات النهاية ان شاء الله، للي حابب يرجع كده انا عملته ازاي. وهو مجمد كده، وبيكون زي ما انتم شايفين معايا كيس السلق والكزبرة، فيعني مش بيكلفك حاجة خالص في العمايل. بالعكس، في خلال 10 دقايق بتكوني ما شاء الله عاملة حلة قلقاس، يعني ما شاء الله جميلة جدا. وشركة بسمة كمان من الحاجات اللي يمكن عليها طلب، فالحاجة بتاعتها الخضار بتاعها بحسه بيكون فريش كده، ومش بفرقه عن الأكل الطازة كتير.
بس اهم حاجة تاخدي بالك منها وانت بتجيبي اكياس الخضار المجمد وانت بتشتريها، تبصي كويس على تاريخ الانتاج وتتأكدي ان هو في نفس الشهر اللي انت شارياه فيها، هو نفس الشهر تاريخ الانتاج، عشان طبعا الخضار بتاعك يكون طعمه حلو ويكون طعمه متغيرش وتستفيدي منه طبعا كقيمة غذائية. ندخل بعد كده على الفكرة اللي بعد كده يا بنات، الخضرة. طبعا الخضرة معروف ان هي روحها قصيرة جدا، فانا هقولك على طريقه حلوه قوي تشيلي بيها الخضره بتاعتك اللي هي الاوراق الخضره دي في التلاجة او في الفريزر وقت كويس جدا، ممكن شهرين 3، ولو في الفريزر ممكن يقعد معاكي اكتر من كده، بس احنا طبعا بنستخدمه في خلال الشهر او شهرين بالكتير. اكيد مش هتطولي عليها اكتر من كده في الفريزر، عشان برضو زي ما بقولك تستفيدي من قيمتها الغذائيه. الخضرة عندي في التلاجة بمسكها طبعا اغسلها كويس جدا واصفيها، اسيب اهم حاجة تسيبيها بعد الغسيل تتصفى كويس جدا من المية ميكونش فيها مية خالص، وابدأ بعد كده ان انا اقطعها واشيلها في علب بالشكل ده كده عندي في التلاجة، لو هستخدمها في نفس الاسبوع يعني بتقعد معايا في التلاجة في خلال اسبوع. لو هستخدمها في خلال الشهر زي ما قلتلك اول شهرين فبشيلها في الفريزر. تستخدمي منها بقى الخضرة دي بتبقى حلوة قوي، تستخدمي منها للمحشي وتستخدمي منها بقى للبصارة وللأكلات، وممكن كمان للسلطة لو انت شايلاها في التلاجة. ممكن ترشي عليها كمان على الفراخ بعد ما تحمريها او اللحمة بعد ما تتحمر، بتبقى حلوة قوي. الفكرة اللي بعد كده يا بنات برضو من التفريزات الحلوة والأساسية جدا، لو عندك شوربة زيادة، لو عندك شوربة زيادة طبعا خاصة لو شوربة فراخ بلدي او لحمة بلدي، حاولي دايما ان انت تحافظي عليها، شيليها في عبوات زي كده في الفريزر عندك، والعبوة طبعا على قد الاكلة بتطلعيها كده بتفك بقى، بتعملي بينها مثلا شوربة لسان عصفور، ملوخية، مكرونة محمرة، اي حاجة تحتاج شوربة عندك فبتستغلي بيها الشوربة الزيادة دي. دايما دايما التفريزات دي هتوفر معاكي وقت جامد جدا وفلوس، وبصي يعني هتحسي انك دايما مالية بيتك خير، ولو جاتلك عزومة مفاجأة في اي لحظة تحسي دايما ان انت الحمد لله مستعدة. زي ما قلت لكم هنا طبعا الحلويات في البيت بتوفر جدا جدا في الميزانية. مثلا لو عملت صينية كيكة في البيت هتكلفك مثلا في حدود يعني 20 جنيه مثلا، شوفي ممكن تحلوا بيها يومين 3، وطريقتها كمان سهلة جدا. المكونات معظمها هتلاقيها في البيت، من دقيق، سكر، بيض، ممكن بس تضيفي زي ما قلتلك المكونات البسيطة دي مثلا من كاكاو او شوكولات شيبس، دي حاجات بسيطة جدا من عند العطار، هتجيب مثلا ب10 جنيه وب10 جنيه. زي ما قلتلك الصينية مش هتكلفك كتير، بس هتكون وجبة عندك في البيت حلوة قوي لفطار او عشاء، وكمان هتحطي منها في اللانش بوكس. انتظروا ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنزل لكم بأفكار حلوة وسريعة لللانش بوكس للحضانة وللمدرسة، سهلة وبسيطة بأمر الله، هتعجبكم جدا. بس تابعوني اهم حاجة وفعلوا زرار الجرس، وما تنسوش طبعا وانتوا دايما بتشوفوا فيديوهاتي تتذكروني دايما بالخير كده، ودايما التسبيح اللي بوصي نفسي ووصيكم بيه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا الباقي قطع الكيك بشيلها زي ما انتم شايفين كده في علبة محكمة الغلق في التلاجة.